مهما كنت ذكي فذكائك ده ملوش معنى لو انت ما استعملتوش عشان تحقق الاهداف اللي انت مطالب بتحقيقها. ازاي بقى ان انت تصيغ الهدف وتحطه بطريقة تضمن لك قدرتك على تحقيقه؟ هو ده الموضوع اللي انا عايز اكلمكم فيه في مجموعة الفيديوز دي. احنا هنمسك الهدف من جوانب مختلفة ونقعد نخش فيه، احيانا نبص عليه من بره ونبص عليه بتفاصيل من جوه، عشان في الاخر نحاول نبني إطار ومنهجية تفكير تساعدنا على تحقيق الأهداف اللي عايزين نوصل لها. ومن هنا خلينا نبدأ بأول خطوة خالص، وهي صياغة الهدف. الهدف بتاعك بيقول لك لازم يبقى هدف سمارت. سمارت هو نموذج تفكير هدفه إن إحنا لما نيجي نصيغ الهدف بتاعنا نصيغه بطريقة تضمن لنا نوعا ما قدرتنا على تحقيق الهدف ده. كل حرف فيه بيدل على حاجه: اس smart, measurable, agreed, relative to objective, time frame. العناصر دي كلها لازم يبقى متجاوب عليها في صياغه الهدف بتاعنا عشان نقول ان الهدف بتاعنا سمارت، او اخد بالي لو انا في عندي عنصر ممكن يسبب لي ازمه في تحقيق الهدف بتاعي. خليني اوضح لك الموضوع اكتر. تعال نمسك اس وسبيسيفيك، ومن وجهة نظري لو انت عملت الاس صح وقدرت ان انت تصيغها بطريقة كويسة، باقي الهدف بتاعك هيتصاغ بطريقة ممتازة جدا. ازاي اكون محدد في صياغة الهدف بتاعي؟ قال لك بص، تعال نجاوب على السؤال ده بان احنا نحط مجموعة اسئلة نقدية تاخد لنا الهدف من مجموعة مناظير مختلفة. تعال نمسك الاس كده ونشوف ازاي نكون محددين واحنا بنصيغ الهدف بتاعنا. طب نعمل ده ازاي؟ نستعمل نموذج تفكير تاني وسموه 5W بلس اتش. فال 5W بلس اتش ده هو أداة هنستعملها عشان نبقى محددين في صياغة الهدف بتاعنا. قال لك جاوب الأول على وات، هو إيه اللي أنت عايز تحققه؟ واي، ليه عايز تحققه؟ هو، مين اللي المنوط بيه إن هو ينفذ ده؟ وير، فين؟ وين، إمتى؟ هاو. لو انت قدرت ان انت تجاوب على الست اسئله دول هتقدر بشكل ما ان انت تكون شايف الهدف بتاعك من مناظير مختلفه، وهيساعدك ان انت تكون محدد شويتين ثلاثه. بس انا هنا عايز اديك تركايه لذيذه. واي ديت ما تاخدهاش وتجاوب عليها اجابه سطحيه. جاوب على الواي دي باكتر من طريقه. يعني ايه؟ يعني خد كده وطلع مجموعه اسئله لماذا. لماذا الهدف ده؟ لماذا الهدف ده مش هدف تاني؟ لماذا الطريقة دي؟ لماذا أنا عايز ده؟ عايز أديك تركة وأنت بتجاوب على الأسئلة دي. أنت ما بتسألش السؤال ده مرة واحدة، أنت بتسأل مجموعة الأسئلة بتاعت إيه؟ مجموعة الأسئلة بتاعت ليه؟ يعني ليه الهدف ده سؤال؟ ليه الهدف ده مش هدف تاني؟ لازم إجابة السؤال ده برضه تبقى موجودة، ولازم تسألها لنفسك. في الحقيقة إن في سؤال ليه دوت دايما أنا بشوفه بيضيف حكمة للأشياء، لأن أنت وأنت في الشغل أنت عندك limited resources، بس في حاجات كتير حلوة لازم تتعمل. انت هتفاضل ازاي ما بين حاجة وحاجة؟ ازاي انت هتيجي تقول ان ده افضل من ده؟ فهنا ان انت يكون عندك سؤال ليه ده انت بتسأله دايما وباستمرار هيساعدك ان انت تكون well prepared، راضي اكتر ومؤمن بالهدف وانت بتحققه. خلي بالك انت محتاج تبقى انت مؤمن الاول قبل ما تخلي الناس اللي هتشتغل معاك تكون مؤمنة برضو بالهدف. كذلك لما تيجي تسأل على الهو، الهو ديت انت مش هتاخدها من وجهة نظر مين هيعمل بس الهدف، مين هيعمل الهدف ومين هيتأثر بالهدف ومين ليه دور في الهدف. كل العناصر بتاعت الهو، كل الحاجات لازم تبقى انت مدركها. لما تيجي تسألها على وير، وير برضو انت مش بس هتجاوب عليها في اين ديت بشكل سطحي. انت اين دي تحاول ان انت برضه تاخدها من جوانب مختلفة. يعني اين هلاقي كذا واين هلاقي كذا، جاوب على كل اسئلة اين قدر الامكان. لما تيجي بقى تصيغ الهدف بتاعك فانت عندك في الخلفية في منهجية التفكير بتاعتك عندك كل الاجابات دي متجاوب عليها، وبتحاول انك تصيغ الهدف بطريقة كومباكت تشمل كل العناصر اللي اتكلمنا فيها. نيجي لسؤال مهم جدا وهو كيف. وانت بتصيغ الهدف صحيح ان انت يعني ممكن ما تكتبش الناس هتطبق ده ازاي،
ولكن احيانا كتير انت ممكن تخليهم يعني يبقى عندهم لا، انت محتاج ان انت تقول ده هيتطبق بالطريقه اللي احنا موثقينها في الفايل الفلاني، او ان احنا هنعمل ده بالطريقه العلانيه، او تكتشف ان الناس اصلا ما عندهاش الهاو، انتوا مش عارفين الهدف ده يتحقق ازاي. فهنا تبدا تحط خطه لازاي ان انت تقدر تحصل على الهاو بتاعه تحقيق الهدف ده. فنيجي نمسك في الهاو. خلينا نمسك الهاو ونشوف ازاي نقدر نصيغ الكيفية بشكل فعال. قال لك تعالى نمسك الجزء ده ونخش في تفاصيله اكتر. تعالى نحط له نموذج تفكير ثالث اسمه 5M بلس 1. الله، احنا دلوقتي اتكلمنا على كام نموذج تفكير لو انت اخد بالك؟ اتكلمنا عن سمارت عشان نصيغ الهدف، جوه سمارت عشان نكون محددين جاوبنا على الاسئله النقديه ال 5 دبليو بلس اتش. لما جينا نتكلم في الاتش اللي هي الهاو، لقينا ان احنا محتاجين نفكر فيها بتفصيل اكتر، ففكرنا جواها في ايه؟ في ال 5 ام بلس 1. ايه ال 5 ام بلس 1؟ يقول لك والله بص على المان باور عندك. هل انت عندك البني ادمين او الاشخاص اللي قادرين ان هم ينفذوا المهمه دي او الهدف ده؟ رقم واحد. هل عندك الادوات المناسبه؟ الماشين. هل عندك مستلزماتها اللي هو الماتيريال اللي انت هتستعملها؟ زي مثلا لو انت هتغير حاجه، فهل القطعه اصلا موجوده في المخزن عندك ولا لا؟ هل الميثود اللي هيقوموا بيها بالشغل مكتوبه ومتوثقه ومتفق عليها والناس عارفاها ولا لا؟ الميجرمنتس اللي انت هتاخدها عشان تتاكد ان الهدف ده اتحقق بطريقه سليمه. فانت هنا دلوقتي عملت ايه؟ انت هنا دلوقتي الهدف بتاعك من ناحيه الكيفيه جاوبت على الخمس اسئله بتوع ال 5 ام. البلس 1 الانفايرمنت، هل البيئه اللي حواليك هتساعدك ان انت تجاوب على الاسئله دي ولا لا؟ كل ده انت بتحاول تجاوبه وانت بتفكر في اطار هل الهدف بتاعك سبيسيفيك ولا لا. بس خلي بالك وانت بتجاوب ده انت شفت الميجرمنتس، شفت انت هتقيس الحاجه ازاي، فده هيسمع عندك. وانت في سمارت وانت بتصيغ الهدف ان انت عندك الميجرمنتس بقت موجوده، وانت بتصيغ الهدف ده وانت بتناقش الهو، فانت محتاج ان انت تجمع الناس دول وتخليهم متفقين معاك في الهدف. فانت هنا دخلت في مستوى الاجريد ده، انت خليت الهدف بتاعك اجريد، انت خلاص صيغت الهدف ده، كلمت الناس عنه، والناس اللي محتكه بالهدف ده انت حددتهم واخدت منهم الموافقه على الهدف ده. اتاكدت ان انت الهدف بتاعك رياليستيك وريلاتيف تو اوبجكتيف. ريلاتيف تو اوبجكتيف انت عرفتها عن طريق الواي، لان انت لما جاوبت على لماذا انت عرفت انت ليه عايز تحقق الهدف ده بعينه. فانت لو الهدف ده مش هو الهدف الرئيسي اللي نازل لك، يعني احيانا بتبقى رياليستيك واحيانا بتبقى ريلاتيف تو اوبجكتيف، حسب بصراحة انت الليفل بتاعك ايه. لو انت بتفكر بشكل استراتيجي فتفكر تقول ان الهدف ده يكون رياليستيك، لو انت بتفكر بشكل تنفيذي فتشوف ان هو ريلاتيف تو اوبجكتيف. يعني ايه؟ لو انت نازل لك مهمة او تاسك كبيره نازله عليك، انت عليك ريسبونسبيلتي معينه، فانت عشان تحققها اخترت انت تنفذ الهدف ده، هتتاكد وتعمل التشيك ده وانت بتجاوب على الواي، وانت بتقول انا ليه بنفذ الهدف ده او ليه انا عايز انفذ الهدف ده. فانت لازم الاجابه بتاعت ليه ديت تكون ريلاتيف ومرتبطه بالاوبجكتيف اللي نازل عليك. ولو انت عايز تعمل تشيك للهدف ده هو رياليستيك ولا لا، او اتندبل قابل للتحقق ولا لا، فانت بتشوف ده وانت بتجاوب على اسئله الهاو في ال5 ام. هل العناصر دي موجوده عندي ومتحققه ولا مش متحققه؟ لو متحققه اذا الهدف ده قابل للتحقق، لو مش متحققه او عنصر واحد فيهم مش موجود ابقى انا عارف ان الهدف ده في الغالب مش قابل للتحقق. الكي تايم فريم ان هو يكون ليه اطار زمني، الهدف ده لازم يخلص قبل الوقت الفلاني، وهي دي الحاجه اللي انت تبقى محتاج ان انت تيجي تحزم بيها الهدف ده. وخلي بالك ان هو ده التحدي دايما بتاعنا، اي حاجه في الدنيا هنقدر نعملها